تعال أقولك، اتعلم تستغني. بيقول صالح بن حمد في واحد من أبياته: عساهم على أحسن حال وأنا على أحسن حال، وهم في غنى عني وأنا في غنى عنهم. وجلال الدين الرومي سأل أستاذه شمس الدين التبريزي: كيف تبرد نار النفس؟ فأجاب بالاستغناء: استغني يا ولدي فمن ترك ملك. فقال له جلال الدين الرومي: وماذا عن البشر؟ قال: هم صنفان، من أراد منهم هجرك وجد في ثقب الباب مخرجا، ومن أراد ودك ثقب في الصخرة مدخلا. عشان تقدر تعيش وتكمل حياتك اتعلم انك تستغني وتنسحب وتتقبل الحقيقة من غير أي مشاكل. ما تحملش اللوم على حد، فالحياة مليانة بالمحطات، لكن مش شرط ان الناس يستمروا معاك لحد النهاية. مش كل العلاقات بتحافظ على حالها. حتى لو كنت مشحون بالغضب عليك انك توازن بين الأمور وتستغني. استغني يا ولدي فمن ترك ملك. لكن السؤال دلوقتي، ازاي الاستغناء من العلاقات؟ الاستغناء عن العلاقات اللي ما بتخدمش مصلحتك النفسية أو بتأثر سلبا على حياتك. يمكن ده يكون قرار صعب، لكن في بعض الأحيان ضروري لضمان راحتك النفسية والصحية. وعشان تقوم بالاستغناء لازم تتعرف الأول على العلاقات الضارة، اللي هي العلاقات اللي بتأثر عليك سلبا، واسأل نفسك إذا كانت العلاقة دي بتجلب لك السعادة ولا بتسبب لك القلق والحزن. وتاني حاجة هو التقبل. يعني إيه تقبل؟ يعني تقبل إن بعض العلاقات مش ممكن إصلاحها، أو إن الأشخاص مش عايزين يتغيروا، وإنت مش هتتحمل مسؤولية تغيير الآخرين. وتالت حاجة هو التفكير في المستقبل. فكر في كيفية تطوير حياتك إذا استمريت في العلاقة دي. هل هتكون سعيد؟ هل هتحقق أهدافك؟ ورابع حاجة هو بناء دعم. احرص على وجود دعم من أصدقاء وعيلة ممكن يساعدوك خلال الفترة دي. وخامس حاجة الاستعداد للتحديات. الاستغناء عن علاقات ممكن يؤدي لتحديات زي الشعور بالوحدة أو مواجهة رد فعل سلبي من الطرف الآخر. كن مستعد لمواجهة التحديات دي. وسادس حاجة هي التركيز على النمو الشخصي. استخدم الفرصة دي عشان تركز على نموك الشخصي والعمل على تحسين نفسك. سابع حاجة الاستغناء تدريجيا. في بعض الحالات ممكن يكون من الأفضل الاستغناء عن العلاقة تدريجيا، خاصة إذا كانت العلاقة قوية أو طويلة